شيخ حازم، خلينا نبتدي الأول. إزاي الإسلام وضح دور الإنسان كخليفة في الأرض؟ وهل الإنسان بس اللي ليه حق الرزق والمعيشة، ولا الحيوانات والكائنات التانية برضو بتشاركنا في نفس الحق ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دبر أمور الكائنات بلطيف صنعه وعظيم قدرته أحسن تدبير، وأبدع المخلوقات من غير مثال سابق فصورها أتم تصوير، وخص الإنسان منها بما زينه من حسن صورته في أعدل تقويم وأبدع تقدير. أحمده حمدا أو حمد من تدبر آيات قدرته الباهرة وشاهد دلائل وحدانيته القاهرة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. وبعد، فالإسلام يعني كما حدث القرآن الكريم الخلق أجمعين، فقال عز من قائل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وخاطب القرآن الكريم الإنسان فقال عز من قائل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم أن تعمروها لا أن تخربوها. ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا إن احنا نعمر هذه الأرض التي خلقنا الله عز وجل يعني منها ولعلنا نعيش عليها. وده نوع من يعني تحمل الأمانة، كما حكى القرآن الكريم. يقول رب العالمين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معنى كده إيه؟ الإنسان رضي يتحمل الأمانة. الأمانة دي يعني إيه؟ يعني يحمي نفسه، يحمي قبيلته، يحمي طائفته، يحمي بني البشر، بل ويحمي الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأودعها في هذا الكون. ربنا سبحانه وتعالى ارتضى أن تعيش هذه الكائنات على أرضه كما ارتضى أن